يقول لك انا ما بحبش اتعامل مع تجار، ولو انت بقيت تاجر هتفقد المصداقية، وكلام غريب قوي كده. ودي للاسف اشتغالة قديمة قوي اترسخت في عقول بعض الناس من بعض المنتفعين عشان يوضحوا لهم ان كل التجار اشرار واحنا الوحيدين الكويسين وخليكم معانا وكل الكلام ده. حضرتك كلنا تجار عند بعض، حتى الدكتور والمهندس هم تجار مهنتهم او تجار حرفتهم. مفيش دكتور مثلا هيقولك انا عيادتي مش كويسه وروح لدكتور تاني اعلى مني في نفس التخصص، ما بنسمعش الكلام ده. فكلنا باختلاف المهن بتاعتنا في الحياه تجار وزباين في نفس الوقت، لان مفيش حد بيمتلك كل السلع او كل الحرف اللي في الدنيا، لازم الدايره هتدور على الكل. بالاضافه اصلا ان التجاره في حد ذاتها مش شتيمه، دي مهنه الانبياء والصالحين. لازم نفهم ان اي حد بيبيع اي سلعه مهما كانت مهنته الاساسيه ده اسمه تاجر. لو يوزر بيبيع جهازه او اي قطعه عنده ده تاجر، لو صانع محتوى او يوتيوبر بيبيع تاجر، لو دكتور او مهندس او ايا كان بيبيع حاجة عنده ده تاجر في الوقت ده. وطبيعي جدا انه يبقى عايز يبيع سلعته وبيمسك في اكبر مكسب ممكن. طيب كده بيفرق ايه بقى عن التاجر اللي في ستور او في محل؟ ما الاتنين عايزين يبيعوا سلعتهم والاتنين مش هيقولوا عليها وحشة والاتنين عايزين اكبر مكسب. طب فرقت ايه؟ الفيصل في الموضوع ده هو الامانة. الامانة يعني عايز اقولك حط تحتيها مليون خط. هو ده اللي بيفرق حد عن حد في التجارة، سواء ده بقى تاجر يوزر ايا كان ايه وصفه. اللي بيفصلهم عن بعض هو الامانة. ياما بنشوف تجار بيبيعوا حاجات كويسة، وبنشوف يوزرز او ناس يوتيوبرز بيبيعوا حاجات فيها مشاكل، والعكس صحيح. فالموضوع ملوش قاعدة ثابتة. العلة مش في مفهوم التجارة ككلمة تجارة او في وصفها كمهنة، لا هي مهنة زي اي مهنة. بنشوف نجار، سباك، دكتور، طيار، مهندس، ايا كانت كل المهن فيها الحلو وفيها الوحش. مفيش مهنة كلها حلوين ولا مهنة كلها وحشين. بنشوف لاننا في دنيا طبيعي نشوف ده وده. الموضوع كله متعلق بسمعة واخلاق واحترام الشخص اللي انت بتتعامل معاه، متعلق بعلمه واحترافيته. وده في كل المهن، مش في التجارة كتجارة بس، لا في الطب، في الهندسة، في اي حاجة. تروح لدكتور شاطر سمعته كويسة عنده امانة، تروح لمهندس شاطر، تروح تتعامل مع نجار، مع كهربائي، مع صاحب اي مهنة يكون شاطر ومحترف فيها. هو ده الفيصل اللي بنختار على اساسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال التاجر الصدوق الامين ده مع الانبياء والشهداء والصالحين. انت مدرك ان ده وصف النبي للتجار او للتجارة عموما؟ فانت لما تقول ما بتعاملش مع تجار او بتشتم في التجار، انت كده بتخالف وصف النبي. يعني انت فاهم؟ يعني انت مش هتفهم اكتر من النبي. يبقى انت كده اللي بتقوله ده اصلا حرام شرعا. طبيعي الكل يبقى عايز اعلى مكسب واقل خسارة، دي طبيعة انسان، مفيش حد بيحب يخسر. يعني ملهاش علاقة انت تاجر او لا. يعني هو اليوزر اللي بيبيع حاجته بيبيعها سبيل يعني، ولا عامل تخفيضات 90%؟ ما هو طبيعي عايز يكسب برضه. التجارة بتبقى عرض وطلب، للكل مطلق الحرية في انه يقدر سلعته بمزاجه وبتقديره الشخصي، وللكل برضه مطلق الحرية ان يشتري او يعرض اي سعر مناسب امكانياته. طالما الموضوع ماشي ما فيهوش غش او خداع من اي من الطرفين، يبقى تجارة وحلال ربنا عادي خالص عن تراض بينكم. ونرجع نقول الامانة والشفافية والسمعة الكويسة والعلم والاحتراف في الحاجة اللي انت بتعملها، سواء مهنة التجارة او اي مهنة ليك، هو ده سر النجاح. لازم تخاف ربنا وتتقيه وتخليه هو اول حاجة قدامك، وصدقني هو ده اللي هيخليك تنجح وتبقى اعلى واعلى. هي دي كلمة السر. وكون ان انت اصلا تبقى متعلم وفاهم في الحاجة دي، ده في حد ذاته من ضمن اسرار النجاح. الموضوع مش فهلوه زي ما بنشوف في كل المجالات بيطل علينا ناس كده غريبة ملهاش اي علاقة بالمجال. لا، لازم تبقى فاهم، ويبقى عليك وزر لو انت مش فاهم ودخلت مجال، لانك هتضر ناس كتيرة قوي. ما تمشيش مع القطيع يا صديقي، ما تخليش حد يشتغلك ويقولك ما تتعاملش مع التجار والتجار دول وحشين وكل الكلام ده، وفي نفس الوقت هو شغال تجارة محتوى وتجارة قطع كمان على قفاك وانت ولا دريان. ما تخليش حد يقعد ينقد ليك جشع التجار واسعارهم الغالية واستغلالهم، وهو نفسه بيعرض السلع بتاعته باسعار غالية وما بيحبش ينزل جنيه، وده حق مشروع طبعا ليه وهو براحته. لكن ما تخليهوش ينقد لك حاجة هو نفسه بيعملها وانت مش واخد بالك خالص. اصحى كده وخليك انسان واعي، وافهم اللي اشتغلك جايلك منين، واي حد يحاول يشتغلك شاور عليه كده واعمل لنا هاشتاج اقفش زومبي واحنا هنعمل لك معاه الواجب. مع السلامة.